سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فكرة النهاردة هي اننا قدامنا ساعتين بس هنحاول فيهم نعمل افضل نتيجة فيديو ممكنة، وصاحب افضل نتيجة هو اللي هيفوز بالتحدي. فلو فكرت قبل كده هل اقدر اعمل مونتاج في وقت قليل واطلع بنتيجة كويسة؟ فاكيد هتعرف الجواب ده في اخر الفيديو ان شاء الله. وحابين نعرفكم بمحمد باشا، المدير التنفيذي لشركتين وهما ADG ماركتينج وزيرو مسج، واللي هنعمل له مونتاج النهارده باذن الله. وعشان ما نطولش عليكم خلينا نشوف تحدي النهارده. حابين نكلمكم عن ازاي انك تتعلم المونتاج وتدرب نفسك او تمسك شغل منه. ده بقى تيم بيكسلز بيقدمه. بيكسلز هو فريق مصري من شباب مونترين في مصر، وبيحاولوا يكبروا فريقهم، يعني تدريب وهيدفعوا لك، ولو متوسط هيعلوا مستواك ويخلوك محترف، ولو انت محترف بالفعل صدقني هيقدروا يوفروا لك شغل وهتستفاد جدا معاهم. والحقيقه التيم ده فعلا عاوز يساعد الشباب ويطورهم ويظهر مهاراتهم. وبالنسبه للتقديم معاهم تقدر انك تقدم معاهم في الفريق. هم مش عايزين فرد واحد بس، هم دايما كل شهر عايزين من 2 ل3 افراد جداد يخشوا معاهم في الفريق. فانت مش في منافسه مع حد، وهتلاقي الفورم تحت في الديسكريبشن، ادخل عليه وخد وقتك واملاها، وان شاء الله اللي فيه الخير ربنا يجيبه. قدامنا ساعتين عشان كل واحد يخلص. الساعة دلوقتي 11، فاللي في التحدي هو فودكس وتايلر وجيمي. نتوكل على الله. بتصور لي. طيب السلام عليكم. حط ميوت يا محمد يا جمال. طيب السلام عليكم. ميوت يا محمد يا يا جمال. عم اصبر. طيب السلام عليكم. دلوقتي يا شباب معانا سمحت انا احط مين بذوقي. على كده، فخلينا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بجزئية تايلر. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقول لي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي ابدأ بيه؟ انصحك تبدأ بتيك توك. تيك توك ارخص، بتحقق انتشار اكبر وبتحقق نتائج افضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رايك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر عن التجاره الالكترونيه اعمل لايك وفولو. طبعا مراعاة ان دوت اتعمل في ساعتين، ف محمد جمال اتفضل يا محمد جمال. انا اتفضل يا محمد جمال. 6.7 6.5 بص، هو اول 10 ثواني في الفيديو كانوا حلوين ماشيين زي الفل. بعد كده السبتايتلز بدأت تبقى طويلة أوي، فاهم؟ نديله كام؟ نديله 14. ساعتين والشغل ده 8/10. رجل اعمال البيزنس المهم جدا. اتفضل استاذ عاصم. مياو. 6. بص زي ما جيمي قال، وبعد كده بقى يعني والتقييم المشمل كله يعني هيبقى 8.5/10. انا ما قلتش تقييم على فكرة. 6. انت اللي جزئية جيمي والاسم احيي. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقول لي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين. هو فين بقى الفيديو يا جيمي؟ الو. فين بقيت الفيديو؟ بص، أنا وصلت لحد هنا الساعتين خلصوا. اكلت الفيديو يعني. فهنبدأ مع اول واحد معانا في القايمة وهو تايلر. ايه رأيك يا تايلر في الفيديو ده؟ والله شوف يعني انا شايف أيوة، لا حتة أنا شايف إن محدش لا 9/10 الواحد ده ليه؟ عشان الفيديو اتاكل. كانش في وقت يا عم. مش مشكلتي يا باشا. يا باشا انت تعمل لي رخم على فكرة، مش هشتغل معاك تاني. طب ما اناش دافع لك فلوس. انت مستني الفيديو يكمل 6.5. فيديو جميل 9/5. هو بص الفيديو لو كان كمل كان هيبقى، يا عم بقى اسكت بقى يا جدع انت بقى. هو عامل 11 ثانية، انما بما انه كده فهو. اتفضل استاذ عاصم بدون اي نونوة وبدون اي خروج عن النص. أنا أدمن يا عاصم، أنا أدمن. بعيدا عن النمنمة يعني 9/10 من الآخر. أنا لا شايف إن لا لا، هو بجد يا اسطى، ده بجد ممكن بهزر معاك يعني. 9/10. 9/10 برضه. عن السرعة. اسم مميز، اسم جميل، بيدل عن. لو انت بتبدأ تجارة إلكترونية في الخليج، ايه افضل منصة تبدأ عليها؟ نصيحتي ليك ابعد عن سناب شات. هتقول لي ليه؟ سناب شات غالية جدا، المنافسة عليها ضخمة جدا، سياساتها قاسية جدا على المعلنين، انت ممكن في اي لحظة يطيروك على طول وبدون اي سبب وبدون اي انذار، ومش هتقدر تتكلم وحلني بقى عقبال ما ترجع الحساب. طيب ايه الحل اللي ابدأ بيه؟ انصحك تبدأ بتيك توك. تيك توك ارخص، بتحقق انتشار اكبر وبتحقق نتائج افضل. بعد كده تقدر ان انت تتوسع تروح على سناب شات، ومعاك برضو الانستجرام. ما تنساش برضو تقول لي رايك وتجربتك في الكومنت، هشوف كل الكومنتات. كان معاكم محمد باشا. لو مهتم تعرف اكتر عن التجاره الالكترونيه اعمل لايك وفولو. قبل ما تعلق يعني،
انا حاولت اوزع المونتاج على الفيديو كله بحيث ان هو يبقى كامل، مش هركز على حته معينه. حوار الساعتين ده فهو فيه غلطات، زي حوار الاضاءه اللي على الحواف دي اللي كانت بعد السناب شات. بس انا عاجبني اسلوب المونتاج قوي، عاجبني اللي هو ايه، فبيتكلم عن حاجات ليه ما تتعملش مع سناب شات، فعمل زي لستة دي عجباني قوي دي. نديله كده، احنا نديله بقى، فاهم؟ نديله 7. ف 7 من 10. ننتقل للاستاذ محمد جمال. اسطوره، احسن فيديو في التاريخ. 43.5 من 10. 6.5 من 10. خليها برضو نقول 8 ونص. حاجة حابب انوه عنها، ان كل واحد فينا في الفيديو بتاعه عمل شكل معين. يعني انا ركزت مثلا على المقدمة جدا، فوديكس ركز على اغلب الفيديو، وجيمي ركز على الالوان والتناسق والهيئة ذات نفسها، لكن محبش ان هو يكمل باقي الفيديو كله زينا عشان حس ان هو مش هيقدر يكمله وما كانش عايز يهمله. كل واحد فينا كان ليه طريقة عمل بيها ان هو يحاول ينسق مع الوقت اللي خده، لان طبعا ساعتين ده مش كافي نهائي الفيديو زي ده. ولحد هنا نكون خلصنا الفيديو. في الاخر الحكم ليكم، وقولوا لنا ايه افضل طريقة من التلاتة. وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون مسابقة بين المتابعين في الديسكورد، وما تنسوش اللايك والاشتراك والشير عشان الخير. وبس، في امان الله. أهلا رمضان، رمضان جاء.